الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. النهاردة معادنا مع آخر عنصر من عناصر الأبراج اللي بتتأثر بالمشتري وقت الميلاد، هو عنصر المية، يعني الأبراج المائية الثلاثة اللي هي السرطان والعقرب والحوت. تعالوا نشوف كوكب الحظ والتوسع هيعمل إيه لما يعوم في المية. أكيد هيبقى مربوط بالمشاعر والحاسة السادسة والذكاء العاطفي. زي ما انتوا عارفين، ناس معاهم الحظ محتاج حركة وسعي عشان يجيلهم، وناس تانية بيبقى الحظ مربوط بالإحساس والمشاعر زي الأبراج المائية. تعال أقولك إزاي تفتح حنفية الحظ لو عندك المشتري في كوكب مائي. نبدأ ببرج السرطان. هنا الحظ بيكون في بيت شرفه، هو كوكب التوسع، بيتقابل مع الرعاية والأمومة، فبيدينا شخصية مبروكة ومبارك فيها كده. الحظ هنا مربوط بالبيت والأمان، يعني لازم استقرار وبيت عيلة، حضن دافي واحتواء، وده اللي بيخليه شاطر قوي في مجال العقارات والديكور وكل حاجة خاصة بالبيوت. شاطر برضو في التجارة، وده الإحساسه بالناس اللي قدامه، فبيقدر يفهم سيكولوجية المستهلك. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعطله التعلق بالماضي والذكريات السيئة. زي ما المشتري بيدي توسع في حاجات حلوة، بيدي برضو توسع في الحاجات الوحشة، زي الذكريات المؤلمة اللي كتير بتعطله عن نجاحه واستمراره في التألق. ننقل بقى على برج العقرب. معروف انه من اقوى الابراج المائية، وبيختلف كتير عن بقية الابراج المائية اللي هم مثلا السرطان والحوت. والحظ مش بيجيله بالسهل كده، ده بيجيله من قلب الازمات. هو محقق وكاشف الأسرار زي مفتش كرومبو بالظبط، عنده رادار بيكشف الكذب والمكر اللي من على بعد ميل. المشتري بيزود عنده طاقة الشك، عشان كده ما بيصدقش أي حاجة يسمعها، وبيكشف الخفايا والأعماق الداخلية. غالبا بتلاقي الشخص ده حياته مقسومة نصين، وعادة بيمر بأزمة طاحنة تخليه فوق ويعيد حساباته 1000 مرة، ويبقى أقوى من الأول مليون مرة. ساعتها بيجيله الحظ راكع تحت رجليه، وكأنه مسحور ومشدود ومتنوم مغناطيسي. الشخص ده جذاب وغامض، الناس بتخاف منه وبتحترمه في نفس ذات الوقت، وبيعرف يدير الأمور من ورا الستار. شاطر جدا في تدبير المال، وده بيخليه يعرف يدير توظيف المال بسهولة واقتدار. مشكلته الكبيرة جدا لو غضب أو حد غدر بيه، رغبة الانتقام اللي عنده بتوصله إنه يذل الناس بالفلوس. يا ساتر يا رب. نختم حلقتنا عن المشتري ببرج الحوت. الحظ في بيته الأصلي. وجود المشتري في الحوت معناه الحكمة المطلقة، قوة الروحانيات والاتصال بالكون. حرفيا مكشوف عنه الحجاب، وأحلامه دايما بتتحقق. إحساسه هو المرشد بتاعه الأول والأخير، وفعلا الحظ بيجيله لما سلم أمره لله ويبعد عن المنطق. أما لو شغل دماغه في حل المشاكل، الحظ عنده بيقف. أكتر حد عنده طاقة التخاطر والعلاج بالطاقة، وشغوف جدا بعلم النفس، محلل نفسي هايل، طاقته بتظهر في الفن والموسيقى والكتابة والسينما. عقله شغال بالصور مش بالأرقام خالص، يعني لو اشتغل في مجالات زي علم النفس وعلم الفلك هيكسر الدنيا. عيوبه التعاطف المفرط، وده بيخلي الناس السامة تتغذى عليه وتمتص طاقته للأسف. بيهرب من الواقع لما بيواجه الأزمات بالخيال والعزلة التامة، ما بيعرفش يحط حدود مع الناس المؤذية في حياته. كده احنا خلصنا كلامنا عن المشتري في الأبراج المائية أو في كل الأبراج كلها. المرة الجاية عندنا مفاجأة من العيار التقيل. كل سنة وانتوا طيبين علشان عيد الأضحى المبارك. هنسيبكم كده تعيدوا، وبعدين نرجع لكم بالمفاجأة اللي قلنا لكم عليها. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.